ازيكم؟ تعالوا بينا النهارده هنعمل تتبيله فراخ بجد سهله حلوه وسريعه جدا وطعمها تحفه. وهنعمل كمان جنبها رز بالخضار. بجد يعني وصفه غدا او فطار، حاجه روعه جدا. معكم اسماء. لو اول مره تشوفيني لايك واشتراك في القناه. عندي هنا المكونات بتاعتي، عندي هنا فراخ متقطعه، وهنا التوابل بتاعتنا. هنحط هنا معلقه كبيره من البصل البودره والثوم البودره، وهنحط كمان معلقتين كبار من الكاري، ومعلقه كبيره من الملح، ومعلقه صغيره من الكزبره. وعندي هنا كمان نص كوبايه من عصير الطماطم، وهنحتاج معلقه كبيره من الزيت ومعلقه كبيره من الخل، وهنحتاج معلقتين كبار من الصويا صوص ومعلقه من العسل. هنجيب هنا طبق كبير وهنحط هنا التوابل بتاعتنا، وهنحط معلقه كبيره من الخل. هنا الخل بيساعد ان الفراخ بتاعتنا تطرى وتستوي بسرعه. وكمان هنحط معلقه كبيره من الزيت. بعد كده هنحط كمان معلقتين كبار من الصويا صوص، لو حابه تستغني عنه براحتك، بس هنا بيديله طعم حلو جدا. انا زودت كمان معلقه 3 معالق كبار من الصويا صوص. بعد كده هنحط معلقه كبيره من العسل. بعد كده هنحط نص كوبايه من عصير الطماطم، او هتحطي كمان صلصه طماطم، يعني تستغني عن عصير الطماطم وتحطي معلقتين من الصلصه تدوبيهم في شويه ميه. كده تمام. التتبيله بتاعتنا طبعا جهزت، هنقلبها كده كويس. بجد يا جماعه التتبيله دي حلوه جدا في الفراخ، طعمها تحفه جدا، مش هتستغني عنها. كده تمام. قلبنا الخليط كده كويس بتاعنا. بعد كده هننزل بالفراخ بتاعتنا. طبعا الفراخ تكون غسلينها كده كويس بميه وخل، وغسلينها حلو قوي، والكميه زي ما انت حابه. كده تمام. هتغمسيها كده كويس وتقلبيها. يفضل كمان نسيب الفراخ في التتبيله دي لمده ليله كامله او لمده ساعتين لو انت مستعجله. تمام كده. بعد كده هنسخن هنا الفرن لازم كويس الاول قبل ما ندخل صينيه الفراخ. هنجيب هنا طبق البايركس او الصينيه، وهنحط الفراخ بتاعتنا، وهنوزع عليها التتبيله، وهندخلها على فرن سخن لحد ما تستوي معانا لمده ساعه. وبكده تمام جهزت معانا. بعد كده هنعمل الرز بتاعنا، رز بالخضار. هنحط حله تسخن كده كويس، وهنحط معلقتين من الزيت، وهنحط بصلايه تكون متوسطه معانا ومتقطعه مكعبات صغيره. هندي لها كده تتبيله بسيطه. طبعا احنا البصله مش هنحمرها. بعد كده هننزل هنا بالبسله والجزر الخضار بتاعنا، وهتدي له تشويحه كده حلوه مع البصله لمده كده 10 دقايق، تقلبي فيها تاخد صدمه حلوه. كده تمام جهزت معانا. بعد كده هنجيب هنا نص كيلو من الرز، وهتحطيه على الخضار بتاعك. بعد كده هنديله كده تشويحه حلوه جدا. اهم حاجه تشوحي الرز بتاعك كده كويس علشان ما يطلعش معجن معاكي. يعني هتشوحيه حوالي كده 10 دقايق، يغير اللون بتاعه يبقى لونه ابيض. بعد كده بعد طبعا ما شوحت الرز بتاعنا، هنحط معلقه كبيره من الملح، تظبطي الملح بتاع الرز بتاعك، وهتنزلي على طول بميه، لازم تكون ميه مغليه وسخنه معاكي. هتحطي كده شويه شويه. طبعا هتخلي الميه بارتفاع كده سنتي كده، عقله صباعك كده، مش كتير قوي. هتديها كده تقليبه، وبعد كده هتغطيها طبعا يستوي معاكي على النار عالية الاول. بعد كده هتهدي النار عليه ويتشرب براحته. كده تمام خلاص. طبعا اتشرب معانا الرز. طبعا كمية المية بجد مفلفل وحلو قوي، وكمان طعمه حلو جدا. لو حابة تعملي ليه الرز لونه اصفر، هتحطي معلقتين من الكركم او معلقة كبيرة من الكركم، هتحطيه طبعا مع الرز في الاول قبل ما يستوي. كده خلاص. طبعا الرز جاهز معانا، بجد ريحته وطعمه كان حلو جدا، جربوه. هتقدمي طبعا في اطباق زي ما انت حابه، بجد تحفه جدا يا جماعه، جربوه وطعمه حلو جدا. ألذ طبق رز بالخضار، بجد روعه جدا. كده تمام الرز بتاعنا جاهز. بعد كده هنقدم الفراخ بتاعتنا. طبعا بعد ما استوت اخدت تسويتها كده ساعه، وكمان الصوص بتاعها يا جماعه تحفه جدا، تقدموه حاجه كده روعه وطعمها لذيذه جدا. طبعا بتتقدم سخنه. هتعملي جنبها شوية سلطة طحينة او سلطة خضراء مع عيش، بجد يعني حاجة روعة جدا، وجربوها بجد يعني طعمها حلو قوي. بجد تتبيلة يعني مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي. تتقدم كده والصوص بتاعها يعني حاجة لذيذة جدا. وبكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى يا رب يكون استفدتم وعجبكم. ما تبخلوش على تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتتابعوني على الفيسبوك. يلا باي.